Hoje tem a aventura. Pode avistar, pode avistar, avistar, avistar. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. الرعب أنواع وأنا بفضل أقوى نوع. الخطر مستويات وأنا دايما بختار أعلى مستوى. ياسا شيل الخرا اللي انت عامله على رقمي ده ياسا، رقمي فيه شغل ياسا هنا على مش عارف افتح الواتس. يا اسطى ينعم بوت يا اسطى، ما تعمليش تاني يا عم على ام الموبايل ده يا عم وعلى ام الواتس يا عم. كل ما ببعت شات يا عم مش عايز يظهر يا عم، كل ما بخش الواتس يا عم بيطلعني يا عم. ينعم بوت يا عم ايه مين اللي خلاك رميت يا عم على رقم اكراه؟ ده انا مش عارف افتح رقمي خالص. ايه يا اسطى، ده البوت اللي انت رميته عليا خلاني مش عارف افتح واتس. افتحوا لي يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. شرح النهاردة عن بوت المجال الا وهو بوت رمضان. طبعا البوت يعني غني عن التعريف، البوت حرفيا جمدان الجمدان. هشرح لكم النهاردة علشان البوت اتحدث بقى اقوى من الاول، بقى احسن من الاول بكتير، والكراش بتاعه بقى تقيل جدا. فيلا عشان ما نطولش عليكم نخش على الشرح على طول. اول حاجة كده هنخش على طبعا انا هكون سايبهولك في قناة التليجرام عندي. كل ما عليك انت بس هتخش على البوت، اليوزر بس بتاع البوت، تمام؟ هتخش هتلاقيه بالواجهة دي. طبعا في اهم حاجة التعليمات بتاعته، ممنوع حد اسمه ده يعرض يعني يأذي بيه حد. ممنوع حد يعرض البوت ده، يعني اللي هو يقول لك ايه ادفع فلوس وخد البوت. البوت مجاني 100%، عشان بس ما حدش يضحك عليكم. كل ما عليك هتعمل بدء، تمام؟ هتجيلك الواجهة ديت، هيقول لك خش على الجروب اللي هو بتاع التليجرام، فهندوس هنا كده، تمام؟ وهننضم ونرجع واحدة ندوس على اللي هي الشانل بتاعت التليجرام وننضم فيها طبعا، وتفاعل بقى على اخر بوست وكده، تمام؟ وطبعا هنا الواتساب، وبعد كده هنا اليوتيوب. طبعا انت بتشترك فيهم، انا طبعا مشترك فيهم. بعد كده بتدوس على تشيك اجين، تمام؟ طالما قال لي إيه علامة الصح يبقى كده البوت تمام. هنعمل ستارت تاني، تمام؟ جاب لنا الواجهة دي. هنعمل ايه بقى هنا في الواجهة ديت؟ اول حاجة كده هو بيقول لك الاونر اللي هو انا، اللي هو الحساب بتاعي، تمام؟ طبعا ده الحساب الوحيد اللي ليا، من اي حساب تاني وهمي على طول او نصاب، تمام؟ تاني حاجة اللي هي القناة، تمام؟ وتالت حاجة الا وهي القناة التالتة اللي احتياطية، فاشترك فيها، تمام؟ بعد كده هنعمل ندوس على الثلاث شروط اللي تحت، تمام؟ ونضغط على اللي هي التانية اللي هي باسم منيو. هيفتح معانا القايمة اللي هي قدام من حضراتكم ديت. فكل اللي هنعمله هندوس ضغطة مطولة على دهيت، تمام؟ بعد ما بتدوس عليها اللي هي اول واحدة من فوق، انت عندك ايه اونر، بعد اللي هي اونر لافا اس 1، بعد كده علامة فيشة، بعد كده فيشة واكس. انت هتدوس على الفيشة اللي فوق بس، تمام؟ طبعا لو مفيش مسافة بتدوس مسافة، تمام؟ بعد كده بنحط رقم اللي انت هترمي منه كراش، تمام؟ تمام يا اخواتي، ادينا جبنا الرقم، فهنحط الرقم كده، تمام؟ وطبعا لو في مسافات، اهم حاجه لازم تشيل المسافات، تمام؟ عشان الناس اللي بتقول لي الكراش ما بيربطش ليه على الرقم، في مشاكل في الكراش. لا يا صاحبي مفيش مشاكل، انت اللي المشكله عندك انت، تمام؟ اهو بعد ما بتعمل الخطوه دي بتقوم جاي عامل ارسال، تمام؟ هتستنى ثانيتين 3 بالظبط، هيجي لك كود اهوت. هنقوم جايين دايسين على كلمه كوبي كود، تمام؟ ونخش على نسخه الواتس، تحط الرقم كده، تمام؟ وترسل للبوت. هتستنى ثانيتين هيجي لك الكود ده، هندوس كوبي كود، تمام؟ ونطلع نخش على النسخه. وطبعا ممكن تجي لك رساله فوق، عشان بس انا قافل الاشعارات فمفيش مشاكل عادي، تمام؟ فكل دلوقتي اللي احنا هنعمله نجي طالعين بره ونخش على هنا الواتساب، ونخش على هنا التلات نقط والاجهزه المرتبطه، وندوس تحت ربط جهاز، تمام؟ نحط البصمه بتاعتنا ايا كانت،
بعد كده بتلاقي تحت هنا كلمة موافق، وتحت خالص كلمة الربط برقم الهاتف بدلا من ذلك. ده في حالة لو ما جالكش الإشعار. تمام، قال لك تعذر ايه ربط الجهاز، مفيش مشكلة. تمام، هنفتح الإشعارات. تمام، طبعا مثلا نقفلها علشان التصوير، وهندوس هنا كده تاني ونحطه اللي هو ديت، ناخدها نسخ ونعيد تاني اهو. استنى كام ثانية. بص الرسالة جات لي فوق اهي، بتدوس عليها يا معلم وتعمل تأكيد ربط، ونقوم حاطين البصمة ونحط الكود. تعالى ربط كده، في مشكلة في الربط قد يكون تمام كده. نعمل ربط. طبعا كلمة تعذر ديت عشان انا رابط تقريبا البوت اصلا قبلها، بس عادي كده الربط اشتغل. تمام تمام يا اخواتي، احنا دلوقتي ربطناه. تمام، بعد ما ربطناه بتخش على نسخة الواتساب. تمام، وبتخش الشات اللي هو اسمه انت. بعد كده بنعمل ايه يا عم رافا؟ بتدوس دوت، وبعد كده تقلب انجليزي تخليها دوت ام اي ان يو، اللي هي دوت منيو يعني. عامة بص في ثانية جات لك القايمة. تمام تمام، يلا بينا بقى نشرح الأوامر واحدة واحدة. يلا بينا. أول حاجة عندنا اسمها زيرو نت، بعد كده اكس كراش 1 وكراش كول وان سبام ولافا، دولت اللي هم خاص بالاندرويد. تمام، بيعمل ايه كل واحد منهم؟ عندك اللي هو زيرو نت اللي هو اول حاجة بيبقى كده، بص زيرو نت. تمام، وتكتب هنا كده مثلا الرقم ايا كان بقى الرقم ايه. تمام، لما بتعملها وترميها على الضحية، طبعا انت الرقم اللي انت هنا بتحطه هنا اللي هو بلس 20، ده بيبقى رقم الضحية. تمام تمام، بيحصل ايه بقى هنا؟ لما انت بترمي على الضحية بيقطع نت نهائي. طبعا انا هوريكم دلوقتي شرح عملي، فيلا بينا. اول حاجة كده هنجربها اللي هي قطع نت. تمام، ثواني. زيرو نت. تمام، مثلا هنجيب رقم الشخص. تمام يا اخواتي، بعد كده هندوسه هنا ونحط الرقم ونمسح المسافات. تمام تمام، وبعد كده هنقوم جايين راميين على طول. استنى كام ثانية لحد ما الكراش يشتغل. تمام اهو كده الكراش اشتغل. طالما جاب لك دي يبقى كده الكراش بقى تمام. فيلا بينا نشوف الضحية. طبعا زي ما انتم شايفين اخواتي، الكراش طبعا عظمة العظمة، وطبعا بيرمي مخفي. تمام، وهو تقريبا بالنسبة للضحية ولا كأنك موجود اصلا. تمام، زائد ان مفهوش خطورة على الارقام، فده برضو حاجة حلوة. وفي نفس الوقت الضحية ما بيعرفش مين اللي حدف عليه. ده بس كده اول امر اللي هو قطع نت. تمام، وزي ما شفتوا في الفيديو. هنخش بقى على الاكس كراش وكراش مكالمات وان سبام ولافا وكله باذن الله. تمام، بس تابع الشرح انه على طول. تعال نجرب في اللي هو لافا. هو لافا من اتقل الكراشات عامة يعني، فهنكتب كده لافا، ناخد المسافة بتاعتنا وندوس ضغط مطولة هنا كان ننسخ الرقم، نحط الرقم ونقوم جايين عاملين ارسال. استنى طبعا ال3 ثواني لحد ما الكراش ما يربط. كده ربط، ونقوله طريق السلامة انت. كده الرقم اللي احنا كرشناه بره. خلاص كده انتهى. تمام، طبعا انا زي ما انتم شايفين في الفيديو اللي فات ان الرقم اتكرش واتكرش جامد، فديت بس حاجة بسيطة كده. تمام، تعالى كده نخش على الرقم. طبعا هو اوت، مش هتسمع له صوت تاني خلاص كده. فاهمني كده؟ اترمى عليه كراش قطع نت وكراش اللي هو طرد عامة كده. المعلم ده بح. تمام، تعالى بقى نيجي في حتة اللي هو ازاي تفصل الكراش وازاي تفك الكراش. تمام، اول حاجة كده تعالى ازاي نفصل الكراش اولا يعني. وطبعا زي ما انتوا شفتوا كده يا اخواتي
اللي هو ازاي ترمي الكراش. طبعا انا مش هجرب كل الكراشات علشان وقت الفيديو، تمام، بس هي كل الكراشات هيبقى نفس الحوار. هتكتب اسم الكراش، تمام، اسم الامر اللي هو موجود عندك في قائمة الكراش، وتاخد فاصلة، تمام، اللي هي مسافة، تحط بلس، تحط رمز الدولة بتاعك وتكتب الرقم، وما يكونش في اي مسافات زي ما وريتك. طب دلوقتي احنا ايه اللي جابنا تاني على التليجرام؟ احنا جينا على التليجرام علشان نفصل الربط، تمام. هندوس فين؟ احنا لما بدأنا في الربط فوق دوسنا عليه على اول واحدة اللي هي فيشة بس. طب اللي عايزين نقفلها بندوس على فيشة وعلامة الاكس بالاحمر، بتدوس ضغطة مطولة بيتنسخ، بعد كده بتدوس هنا ضغطة مطولة وتدوس نسخ وتحط الرقم وتقوم جاي عامل ارسال. يقول لك كده ايه الرقم الاي دي بتاعه، تمام. نطلع نخش على النسخة تاني، تمام، وتروح على ربط الجهاز وتقوم جاي عامل دايس، هتلاقي عندك الربط موجود في ربط الجهاز. هتدوس ضغطة واحدة، بعد كده تدوس الغاء، هتلاقي الربط اتشال معاك، مفيش اي مشاكل، تمام. طبعا نخش في حتة، طب افرض مثلا انا رقمي هو اللي اتكرش. انا دلوقتي الرقم بتاعي متكرش دلوقتي، واحد رمى عليا كراش، فبتعمل ايه؟ اول حاجة هي بتفصل النت، تمام، يا اما طوالة كده، تمام. بعد كده بتدوس على اللي هي ده اهي، تخش على اللي هي الاعدادات بتاعه التطبيق عامه، تمام. اول حاجه بتدوس عليها هعمل لك عليها علامه الا وهي ده اهي اللي هو ايقاف التطبيق، تمام. بعد ما بتعملها كده هيقول لك اوكي ولا كنسل، هندوس اوكي، تمام. كده التطبيق لو عليه اي حاجه بتقف، ايا كان ايه، حتى لو رسائل اي ابن كلب هيقف، تمام. بعد كده بتدوس على اللي هي ديت، هنعمل لك عليها برضو علامه هيت، وتدوس على اللي هي ده اهي اللي هي المؤقتة، اللي هي محو البيانات المؤقتة، تمام. تستنى دقيقتين تلاتة وتقوم جاي طالع بره، تمام، شادد كده، وتقوم جاي طالع بره كل النسخ لو كانت عندك، وتقوم جاي دايس تاني وتخش على النسخة، هتلاقيها اتفكت معاك بدون أي مشاكل. وطبعا دي كانت نهاية الفيديو. طبعا الكراش هتلاقوه عندي في قناة التليجرام، وسلام.